السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات شهوات ووصفات مع سناء. نبداو الحلويات الاقتصادية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حلوى جد اقتصادية وتتجي لذيذة بزاف بنكهة البرتقال. كما كتشوفوا معايا المنظر ديالها كيجي جميل. الا بغيتوا تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو. بسم الله. غادي نحتاجو في المقادير 50 غرام زبده لينه بحراره المطبخ، ملعقه ما يعادل ملعقه كبيره تكون عامره مزيان، قشر برتقاله واحده، بياض بيضه واحده وبيضه كامله، والاصفر غادي نحتاجو في الاخر، نحتفظ به حتى الاخر. خميره الحلويات او بيكنج باودر 8 غرام، قبصه ملح. النكهه ديال البرتقال هذه اختياريه، الا ما كانش عندكم تكتفيو فقط بقشر البرتقال. كاس عامر 160 مليلي زيت نباتي، كاس سكر سنيدة 150 غرام، والدقيق حسب الخليط. ندوزو الآن باش نخلطو المقادير كلها. غادي نوضع المقادير كلها مع بعضياتها. نوضع البيض، قلنا بيضة وبياض بيضة واحدة، الزيت، السكر، الزبدة، قشر برتقال. ناخد غير راس معلقه ديال النكهه فقط، غير شويه. هذه كما قلت اختياريه، الا ما عندكمش يمكن لكم تكتفي فقط بقشور الحامض، عفوا بقشور البرتقال. دابا غادي نخلط وعاد نضيف الدقيق وخميره الحلويات. دابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على عجين رطب. خميره الحلويات والقبصه ديال الملح. في هذه الاثناء راني كنسخن الفرن ديالي. صافي غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. هذه هي العجينه اللي حصلت عليها، كتكون رطبه على هذا الشكل هذا. تقريبا الدقيق خدا ليا حوالي 480 غرام ديال الدقيق. دائما الدقيق كما كنقول على حسب الجوده ديال الدقيق، وكذلك راه حتى على حسب الحجم ديال البيض. دابا ندوزو باش نعملوا منهم كويرات على شكل غريبه، نتوما الحجم اللي بغيتو. صافي غادي نعملهم بهذه الطريقه هذه ونوضعهم في صفيحه الفرن. طريقه سهله. انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الصفيحه كامله ديال الفرن. عندي هنا الصفر البيض اللي احتفظت به. درت فيه واحد النقيطه ديال الخل فقط باش نحيد ديك الزفوريه ديال البيض. ممكن تستعملوا شويه الحليب معاه. دابا غادي ندوز باش غادي ندهن الغريبه ديالي بهذا الشكل هذا. عندي هنايا اللوز اللي قسمته على جوج. هذا اختياري، ممكن انكم تخليو الغريبه على هذا الشكل هذا. الا كان متوفر عندكم اللوز، انا خديت القليل فقط وقسمته على جوج لان الحجم ديالو شويه كبير. وغادي نعملو هكا في الغريبه. تقريبا هاد المقادير اللي عطيتكم خرجت ليا 36 حبه. غادي تلقاو المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. انا غادي نستمر بحال هكا وندخل الصفيحه للفرن حتى تطيب ونشوفوا الشكل النهائي.
هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا بعد ما خرجتها من الفرن. دهنتها بالنطاج، ممكن انكم تدهنوها بالعسل اولا المربى اولا تخليوها غير بحال هكا، كيجي المنظر ديالها زوين. كما شفتوا معايا في الفيديو يعني طريقه سهله ومقادير جد بسيطه. نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا تستحق التجربه، تجي لذيذه بزاف. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.